السلام عليكم، كيفكن يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة، فكرت خليني اعملها اليوم بالحديقة. قاعدين بالبيت مع الكورونا وكتير زهقانين، فقلت خليني اطلع شوي لبرا. فتحوا عندي شوي زهور، قلت خليني اورجيكم اياهون. كتير انا بحب الزرع. من بيتي المتواضع عندي هيك حديقة صغيرة. قررت اليوم من هيدي الحديقة انه نقعد مع بعض، فانا حقعد ونعمل مع بعض. بدي اعمل معمول مد بالقشطة والفستق، ان شاء الله حيعجبكم كتير كتير كتير. يلا خلينا هلا نتعرف على المواد ونبلش. عندي سمنة، عندي فستق، عندي طحين، عندي حليب، عندي سميدة خشنة يعني سمولينا كورس، عندي سكر، عندي كمان خميرة، وعندي بيكنج باودر. سوري سامعين صوت العصافير. اذا انا حاستعمل عندي طازة كيمك يعني هي قشطة، فانا على السريع حاستعملها لانه اليوم رمضان وبدي بعد اطبخ وهيك، فبستعمل هيدي صراحة كتير طيبة. اذا يا قشطة طازة يا اما بتعملوا القشطة المنزلية يلي انا عملتها قبل بكتير. شي حتلاقوه بصندوق الوصف. اوكي، اذا عندي وعاء هلا حبلش نزل فيه المحتويات. اول شي بدي اعمله عندي سميد خشن، اوكي يعني سمولينا كورس، بدي احطها. هلا بدي انزل عليهم. عندي هون خميره وعندي كمان بيكنج باودر، اذا انا عندي هون خميره وبيكنج باودر مع بعض بدي انزلهم فوقهم. عندي كمان طحين، بدي هلا انزل عليهم طحين. عندي سكر، هلا بدي انزل عليهم السكر. حليب كامل الدسم، حليب كتير طيب بيجي هيدا احنا عنا هون من المزارع، بدي هلا نزل منه. عندي هاي السمنة نوع جدا طيب، سمنة بلدية بتعقد، بتاخد العقل كتير طيبة، ريحتها تاخد العقل. فاذا هلا كل ما استعملته سمنة اطيب كل ما بيطلع اطيب. بدي نزلها كمان فوقهم. كل هذا الخليط بدي اعجنه من بعد ما نزل السمنة. انا حاعجنهم لتصير عجينة متماسكة والسمنة تبلش تطرى وتسوح معي. اوكي، وبرجع لكم. طيب من بعد ما عجنتها هيك شايفين صارت عندي عجينة متماسكة، ما بدها تكون يعني فارطة، مش احنا ما عم نعمل عجينة يعني تكون مرقة، بدها تكون بهيدي القوام. ماشي، يعني ماسكة معي مثل عجينة الكبة، كيف كأنه واحد عم يعمل كبة تقريبا. انا هيك هلا حاكتفي بعجنة. هلا بدنا ننتقل للمرحلة يلي بعدها. عندي صينية انا بتكون هي هيدي الصينية تاعت الحلو مثل ما شايفين. اوكي، هلا انا اول شي بدي اعمله بدي انزل اول طبقة، يعني بدي اقسمها نصين لهي العجينة، حاحط اول طبقة بأرضها. اذا هيدا اول نص منا للعجينة. اوكي مثل ما شايفين ححطه بأرض الصينية ومدها افردها. ما بدنا اياها تكون سميكة، فبدي افردها على هيدا القطر من الصينية. اذا هيك شفتوا كيف سكرنا كل الثغرات، ونحاول شوي نعملها من هون يعني تكون دافشة على الجوانب عشان بعدين القشطة ما تلزق. اوكي هيك ماشي. اذا هيك من بعد ما انا غطيت اول طبقة كلياتها مثل ما واضح عندكم بهذا الشكل، هلا يلي حاعمله بدي انزل عليهم القشطة. مثل ما حكينا انه انا عندي قشطة، هيدي قشطة طازة، يلي ما عنده في ساعتها هو يعمل قشطة المنزلية. حخلي لكم اياها بصندوق الوصف، طريقة القشطة المنزلية اللي انا بعتمدها، او اي شيء يعني، او اي نوع انتو طريقة قشطة بتعتمدوها انتو بالمنزل بتعرفوها فيكن تطبقوها هون. قشطة قشطة بجد، مش مثل هدول المعلبات تاقين نسلة وهيك، عن جد هاي قشطة طازة. فاذا هلا بدي احطها فوقن. شوفوا كيف كريمي، شايفين قشطة كريمية. تقريبا انا عندي الصينية تقريبا 28 سنتي، فحاستعمل عليها 3 علب قشطة. شايفين منا قشطة يا جماعة، بتوفر على الواحد انه يقعد يعمل قشطة صراحة. اذا من بعد ما هيك هلا انا حطيت القشطة، بدي هلا بلش نزل الفستق. بدنا نحط طبقة من الفستق عليها حاليا يعني هلا قبل ما نسكر عليها. اذا هيك حنزل كمية من الفستق داير من دار.
كل ما كترنا الفستق كل ما اطيب، صح؟ انا هيك بعتقد. اوكي، من بعد ما رشيناها هيك بالفستق، هلا يلي بدي اعمله، بدي الطبقة التانية يلي ضلت عندي بدي هلا رقها ونحطها على الوش. عندي هيك ورق زبدة بدي هلا استعين فيه لرقها. اذا عندي هيك هلا انا ورق زبدة بدي احط عليه الكمية اللي ضلت وبدي رق عليه كيف كأنه واحد عم يعمل كبة، تشبه خطوات الكبة بالصينية. اذا هلا انا بدي اغطي عليها. اذا بنجيبها هيك وبنحطها فوقها. اوكي، شايفين كيف قلبتها فوقها؟ وهلا برفع ورق الزبدة من الوش. صارت عندي هلا الطبقة التانية جاهزة كمان. يلي بدي اعمله بدي احطها بالفرن مشعل من فوق ومن تحت على حرارة 200. هلا ممكن تاخد معكم نص ساعة، ممكن شوي اكتر ممكن شوي اقل حسب. المهم بدي اياها القشرة تاخد لون حمرة، يعني تكون مستوية وتاخد لون هيك احمر اشقر، يعني كتير حلو. ساعتها بطلعها من الفرن. اوكي، اذا هلا هيدا الحلو بده يفوت على الفرن. تتذكروا هديك المرة لما قلت لكم زرعت شتلة نعناع صغيرة؟ شايفين قد ايه كبرت؟ ما شاء الله. هيك عم نشرب هلا برمضان شاي مع نعناع من اللي عنا من الجنينة. وعندي هونيك شوية زعتر فجل، يعني عم نهتم شوية بالجنينة. شو بدنا نعمل، قاعدين بالكورونا. حبا عندي بندورة، تين، بس التين عم بتموت ما بعرف ليش. شوفوا زرعت للتين، اذا اي حدا بيقدر يفيدني ليش التينة عم بتموت عندي. شايفين وراءها كيف؟ ما بعرف شو صار لها والله. هيدا الطبق الحلو طلع من الفرن، يا الله على الريحة، خاصة لما يكون واحد صايم. هلا مثل ما شايفين انا عندي قطر بارد محضرته، بدي انزله هلا عليها. وعندي فستق لانه بدنا نرش بعدين الوش فستق. اوكي، لما اخذت هيك لون، هيدا اللون المناسب، فيكن تغمقوه اكتر شوي بعد، بس انا حاكتفي بهيدا اللون. وهلا بدنا ننزل عليها الشيرة او القطر، ومثل ما اتفقنا القطر او الشيرة بده يكون بارد. القشطة يمي يمي يمي. اذا يلي حاعمله هلا حبلش نزل عليها القطر. وهلا رح انطر انه القطر يتشرب، يعني لازم هي هلا تتشرب كل القطر، وبعدين بنزينها بالفستق وبدنا نقطعها. شايفين هلا كيف القطر بلش يتشرب. هلا بدي رش عليها الفستق. الجارة الله وكيلكم نقت هلا انه تضوي الفابوريتر تبعها، فسامحونا. خلونا يلا نخلص. الحمد لله اجت بالاخر. حرش على الوش كمية من الفستق مرة تانية وطيب فيه الفستق. انا بحب كل شي حلو كنافة بحب كتر له فستق، بحب ادعمها. ف هيدا شي اكيد اختياري. هلا هيك، وهلا بدنا نقطعها. عندي انا هاي القطاعة تاعت الحلو. يا سلام، انتوا اكيد قطعوا الاحجام يلي بتحبوها، اي حجم بتحبوه. سوري على الصوت، يعني عملنا لكم اياها كتير صوت حلو وقصص، اضطرت الجارة تنزعلنا اياها بالاخر، حست انه المعمول طلع من الفرن. الله، وانتوا قولولي، انتوا قولولي بس 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 بس، يعني انا حاترك الصورة تتكلم يا جميل. ماشي. اذا هيك هلا يلي بدنا نعمله، هيدا ما فينا ناكله قبل ساعتين، يعني هيدا بده يبرد عندي تماما، وبعدين بدي احطه بالبراد وبعدين لنقدر ناكله. يعني مش هي والقطر بعد ما تشربها منيح تفوتوه على البراد، لانه ما حيمشي الوضع هيك، حتصير يضل القطر لفوق. فهلا من بعد ما تشربها تماما، شايفين كيف هلا صار فيني احطها بالبراد وخليها مدة ساعتين بالبراد، يعني على الفطور ان شاء الله بيكون وقت انه نتناولها. بورجيكم كيف شكلها من جوا. اذا هيك مع السلامة، مدة ساعتين.